مش هينفع. مش هينفع نخلص من سلمى دلوقتي. ده معناه ان كل اللي خططنا له ده هيقع على الارض. استنى عليها لغايه بكره. لما تسمع صوت بنتها وهي بتصرخ وبتعيط هتنكسر لوحدها وهتمضي. هو انت كل شويه تقول لي نفس الكلام؟ بقول لك ايه، انا زهقت من الاسطوانه دي. انا بكره الصبح مسافره على كندا، خلاص حجزت التذكره. وبعدين لو ما نفذتش اتفاقنا دلوقتي انا هتصرف معاك انت شخصيا. جرى ايه يا قطه؟ مالك؟ تستخدميش الحاجات دي اللي هتعورك. مش اشرف الطبع اللي يتقال له كده. تفهمها؟ رحيل! عمر يا كبير. خد القطه دي طلع على الدكتوره نرمين، خلي بالك ما تخربش. انسى. انا خايف. المكان حواليه شجر كتير والهدف جوه، وتقريبا في 3 رجاله جوه. تمام يا ملاك. وسمرة، أمرك علاء بيه. الهدف دلوقتي نخش نجيب سلمى من غير نقطة دم، مفهوم؟ مفهوم. ولو حصل مشاكل وقلق يبقى من غير موت. مفهوم علاء بيه، هنتعامل. عايز انت كمان. ايوه علاء بيه، اشرف جه خد داليا ونرمين وما قدرتش اقاومه، وكان معاه رجاله كتير. انا هتصرف. نرمين اتخطفت؟ انا هخش معاك. ما ينفعش. دي اختي، انا لازم اجي معاك. قلت ما ينفعش. هتفضلوا قاعدين في العربيه وما تتحركوش، تفضلوا على اتصال بملاك، مفهوم؟ مفهوم. رحيل! باشمهندس! الحق يا باشمهندس، رجاله علاء علوان عاملين نوش بره. اطلع هات يا دكتوره نرمين. حاضر. ماشي علاء يا علوان. ايه ده؟ سينا؟ ايه ده المعلم ابو سمره؟ ايه اللي جابك هنا؟ الحوار ده يخصني. بس يا ابني، ما هو انت اهو وقف ضرب. ايه وقف دي؟ بس ده المعلم ابو سمره. عالي. في ايه؟ هتعمل ايه؟ على ايه يا علوان؟ اثبت! تعمل ايه يا اشرف؟ منور يا حبيب القلب. امال فين الورد؟ مش كنت لما تجيلي كنت تجيب بوكيه ورد معاك زي ما بتعمل؟ مش وقته يا اشرف.
عايز نرمين وسلمى ها؟ ماشي. نرمين ما تلزمنيش. امال ايه اللي يلزمك يا اشرف؟ اللي يلزمني الدكتوره سلمى عارفاه، وانا هعرف اخده بطريقتي. اشرف يا ضبع، رجالتي مسيطرين على المكان وملوش لازمه الهري اللي انت بتعمله ده. محدش فيكم يتحرك، لا يتحرك انا هفجر دماغها. ارمي سلاحك! نزل سلاحك. ارمي سلاحك! ارمي سلاحك يا! ارمي! ارمي! انت كويسه؟ سلمى فين؟ سلمى هنا، سلمى هنا. الحمد لله على السلامه يا سلمى. ياه، انا بجد مش مصدقه نفسي. الحمد لله على السلامه يا دكتوره. ايه ده؟ كابوس ونزاح؟ فعلا. الحمد لله، بس انا مش ههدى ولا هيرتاح لي بالي غير لما اشوف المجرم ده واخد جزاءه بعد ما يعترف بكل حاجه عملها. انا بجد مش عارفه اشكركم ازاي على اللي انتوا عملتوه معايا. ميرسي قوي يا نرمين، وقفتك جنبي دي انا مش هنساها ابدا. يا نهار ابيض، ميرسي على ايه يا دكتوره؟ انت ما تعرفيش معزتك عندي قد ايه، وبعدين احنا اكتر من اخوات. داليا وحشتني قوي. ما تقلقيش عليها. داليا يا ستي مبسوطه اخر انبساط وقاعده مع بودي في بيت المهندس علاء. انا حقيقي مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا. لا انا مش موافق على الشكر الناشف ده. انا هنستنى لحد ما تقومي بالسلامه علشان نعمل احتفال مخصوص برجوعك لينا بالسلامه. لا والله بجد انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. كنت هفضل تايهه ومغيبه ومش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل حواليا. الحمد لله على اللي حصل. يا خيبتك، غفلتك وطلعت من المولد بلا حمص. بقول لك ايه، بلاش نظام التبكيت ده. كانت خلاص هتمضي، كانت كل حاجه تحت السيطره، مره واحده باظت. انا مصادري الخاصه بيقولوا ان الراجل ده شغال في جهه امنيه. مصيبه اللي يكون عارف كل اللي احنا عملناه ونروح في طيس. يا ست خلي لك انت مصادرك الخاصه، تخليهاش تطلع في دماغي واجيبهم متربطين واخليها تمضي غصب عنها. الراجل على تكه ومش هعرف احننه اكتر من كده. قولي له 72 ساعه وكله هيبقى تمام. وبقول لك ايه، بلاش اليومين دول بينا تليفونات، اي حاجه انت عايزاها وانا عايزها نقضيها رسائل. ماشي؟ ماشي. سلام. الو. ايوه يابا، الحمد لله امال ولدت وجابت واد. صح الكلام، خلفت واد. الحمد لله. والله العظيم يابا جابت واد، بس دخل الحضانه. طب وشكل انا ولا شكل عظيمه؟ هتلاقيه شكل انا حاسس. هنشد عربيه ونجي لك دلوقتي. افرح يا وليه، مرات ابنك جابت الواد. يلا جهز الشرط، هنروحوا له حالا وقولوا سلامي يجي معانا. يلا خلصوا. وانا كمان عايزاكي معاكم يا جد. هتيجي كلكم هتيجوا. خلص يا وليه.
اسمع ملاك، عايزك تراقب تليفون اشرف الضبع 24 ساعه. خد معاك كمان الاسم ده، زينب الجعر. ايوه الست بتاع السنتر بتاع التاتو. واول ما يحصل اتصال بينهم نفذ اللي انا قلت لك عليه على طول. دكتور حازم بتاع الطب الشرعي اعترف ولا لسه؟ طيب اتحرك انت يا رامي، اتحرك. سلام. انا مش قادره افهم انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ ناوي اعمل مفاجاه للدكتوره سلمى بمناسبه رجوعها علينا بالسلامه. طب ما نبلغ البوليس ونخلص. ولا انت الادله اللي معاك مش كفايه؟ يا دكتور الناس دي ما ينفعش معاهم بوليس ولا قانون ولا اي حاجه من الحاجات دي. عندهم محامين ممكن يطلعوا قتالين قتله براءه. زي ما بقول لك القانون مش كفايه معاهم. احنا محتاجين ادله اكتر من كده بكتير. حبيبي حبيبي حبيب جدك، تعال في حضن جدك يا ولدي. يمين الله قلبي حيتخلع. الحمد لله جدر ابوك في الدنيا ما اتقطعش يا ولدي، والبركه فيك. رفعت راسك. يمين الله ده عامل له اسوان من الغوريه ايام الاستدلال الحسين. ادوني اشيله يا ابو الحاج. بس بالراحه عليا. حاضر يابا ما تخافش. بالراحه يا بنتي. بسم الله. يعني عمالين تسألوا على الواد، طب اسألوا على أم الواد. برضه ده حديث. ده انت الغالي يا ام الغالي. ده انا هعمل لك اللي تؤمري بيه. أؤمري. انت وعدتني تديني تقله دهب، وانا عندي وعدي. انجز حر ما وعد. اللي تؤمري بيه. يا عصام. ايوه. خد يا ولد. انا كتبت لك نص المحلات. بلقيتي بقيت زيك زي اخوك سلام، وحطيت لك في حسابك في البنك 10 مليون جنيه. حلال عليك، انت اللي رفعت راسنا. ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك يابا. حبيبي حبيبي حبيبي. انت واخويا سلام الخير والبركه. كنت عايزه املى الدنيا كلها زغاريد، بس لما يبقى العيل من صلبك مش ابن حرام. ايه ده؟ طلعوا الوليه دي بره، انا مش عايزه اشوفها هنا. في يا حماتي؟ هو انت الصدمه لحست مخك ولا ايه؟ ايه الكلام المسخ اللي بتقوليه ده يا ست حريصه؟ انت الغيره يا اختي عمت عينيكي ولا ايه؟ غوري يا وليه من هنا، غوري بدل ما نجيب الامن يجرجرك بره. غوري. ليه يا عينيا؟ يا اخويا ضرت بنتي شمال الشمال، كانت ماشيه مع الواد كواليني اللي هو اسمه رأفت صاحبك في الشغل، وحامل منه في الحرام، وضرب ورقه عرفي، ولما انت ظهرت يا عينيا لزقها لك. يا وليه يا غوري من وشي. انت بتجيبي الكلام ده منين؟ الورقه العرفي اهي، والتسجيل اهو، صوت وصوره متسجل لها ان العيل ابن كواليني. ابني اللي في بطني ابني، اديه لرأفت اديه لعصام، انا حره، ابني وانا حره فيه. ده ذنب بنتي، بنت العفيفه الشريفه. يا علم يا ايحه. يا مايا يا خرب بيتك يا مخيبان. هبشرك بأسعد خبر انت منتظراه لما تيجي. سلام. عملت اللي قلت لك عليه؟ هكرت تليفوناتهم والاتصالات مقطوعة منهم من الصبح. تمام. ابعت رسالة لكل الأطراف يروحوا الهانجر بتاعنا الساعة 5. سطبت الكاميرات في الهانجر؟ طبعا سطبت، وعملنا تشيك على كل حاجة. الرجالة وصلوا؟ وصلوا. والضيوف وصلوا؟ وصلوا، ومستنيين اتصال على الميعاد. تمام. ايوه يا ابني. ابعت نفس الرجاله بتوع المره اللي فاتت بالظبط. لا لا لا، دي مش عركه، دي حفله. سلام. تمام.
بقول لك ايه؟ اشرف بعت لي رساله عايزني اروح له وبعت لي لوكيشن، مع اني عماله اكلمه على موبايله من الصبح وما بيردش ولا يدي اي حاجه. ما تروحي له شوفي ايه. ربنا يستر. يا نرمين، انا بجد مش مصدقه ان انا اخيرا هرجع بيتي. لو تعرفي انا فرحانه قد ايه. بس عارفه فرحتي برضو ناقصه. لا مش ناقصه، هتكمل علشان هتشوفي تاليا. انت عارفه ايه اللي هيكمل فرحتي بجد؟ يعني اشوف اشرف متعلق على حبل المشنقه. هتشوفيه وهنفرح فيه كلنا ان شاء الله، ما تقلقيش. المهندس علاء مش متوصي، وبعدين ده كل نص ساعه بيتصل عشان يطمن عليكي. هو بصراحه راجل محترم جدا. هو بصراحه راجل محترم جدا، ما حدش يقدر يقول اي حاجه. بس هو الموضوع مش واقف عند الاحترام بس. تقصدي ايه يعني؟ مش فاهمه. معقوله مش فاهمه؟ يعني قلقان وخايف عليكي ومهتم بيكي. معقوله مش فاهمه يا دكتوره؟ انت مفيش فايده فيكي. هو اخبار عصام ايه؟ مراته جابت له الولد اللي كان نفسه فيه. لميا قالت لي يلا ربنا يهنيه بقى، هي صفحه واتقفل. ايه ده المهندس علاء. يا ترى بيتصل ليه؟ الو. يا دكتوره نرمين، طمنيني، دكتوره سلمى عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه، افضل بكتير. هي بدات ترجع الدكتوره اللي احنا نعرفها. طب الحمد لله. اسمعي، في عربيه 4x4 وصلت قدامكم دلوقتي. في حفله لازم الدكتوره سلمى تحضرها. حفله ايه؟ انتي بتثقي فيا ولا لا يا دكتوره؟ هو في حد نثق فيه دلوقتي غيرك؟ تمام. ممكن اسمع صوت سلمى؟ سلمى خدي علاء عايز يكلمك. اهلا يا دكتوره، ازيك؟ عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. متشكرة انك خليت بودي يبعت لي فيديو تاليا، واضح انها مبسوطة. كلمتها فيديو كول. انا منتظرك يا دكتوره، ونرمين هتشرح لي كل حاجه. الحمد لله اللي جت لحد كده. ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام، اذا كنت انتي ولا الدكتوره سلمى. ما هو اللي بيجي على الولايه ما بيكسبش. ولايه؟ انتي ولايه ياما؟ ده انتي ولا المفتش كرومبو باللي انت عملتيه في امل ده. يا سلام، لو انا كنت هشوف بيت بنتي بيتخرب واسكت ويلزقوا لجوزها ولد مش من صلبه. انا مش قادره اصدق ابدا ان في حد في الدنيا ممكن يعمل حاجه زي دي. بس خليه ياخد جزاؤه علشان يبقى يروح يتجوز واحده تانية. انا متشكره قوي يا ماما، انا بجد مش عارفه من غيرك كنت عملتي ايه. بصراحه بقى ام سماح ما قصرتش، عملت الواجب كله. جابت لي قرار البت اللي متنيله على عينها دي اللي كانت متجوزاه ولا صاحبه النصاب. اول ما مخيمر ادى الدوسيه لعصام شغلت الفيديو وفجرت القنبله في وشه. احسن، يستاهل. انا خلاص ما بقتش عايزاه، واهو كاننا عملنا فيه الخير ورميناه البحر. بحر مين وخير مين اللي بتتكلمي عليه؟ ده الخير كله من ابويا بت. وبعدين يا حبيبتي خلاص، ده انا جايبهولك راجع لحد عندك، انت كده مالكيش حجه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا يا اهلا، الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا حبيبتي. ده انا حماتي بتحبني على كده بقى. طبعا بتحبكم، هي لو ما كانتش بتحبكم كانت عملت كل ده عشانكم. وعلى فكره بتحبك انت كمان. انا بحبكم كلكم. تعالى تعالى يلا روح دوق اللي انا عاملاه بايديا، اتحرك. انا قبل ما اقعد ادوق واحط حاجه في بقي عايز اعتذر لنرمين قدامكم كلكم، واقول لها ان انا اسف.
انا عمري ما حبيت حد غيرك. انت ستي وتاج راسي، ما تزعليش مني. وادي راسك يا بوسه. اتفضلي. سي. وده كمان يا ستي حقي في املاك ابويا كلها تحت رجليكي. خلينا نعمل العمليه ونجيب احلى اولاد في الدنيا. اتفضل اتفضل، اقعد دوق اللي انا عاملاه بايديا، اقعد يلا عشان تاخدها وتروح على بيتك. يا دي الهنا يا دي النور، ده يوم السعد. في ايه يا علاء؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وانت جايبني هنا ليه؟ تعرفي كل حاجه. ليتك محجرة وجسمك ما بيتحركش. ثابت في حضنك. شاشة عايز اخد منك حضن. عشان اسمع ضربات قلبك. للأسف ضربات قلبك وقفت. انت مت. انت من غير ما تشوف نجاحي. ده مش عدل. ده لازم تكون صاحي عشان تشوف نجاحي. تشوف نجاحي بعينيك. كنت بتقول يا فاشل عشان كده انا اديتك فورمالين عشان يفضل جسمك عايش. وكل يوم احكيلك عن نجاحاتي وعن انجازاتي. لو كنت من غير روح وكنت ميت لازم احكي لك عن نجاحي. فاكر وديتني زمان مسرحية كانت اسمها أديب
كان فيها الابن يقتل ابوه. ما كنتش عارف ازاي الابن يقتل ابوه حتى لو كان فيه حتمية قدرية هي السبب، وهي اللي بتدفعه انه يعمل كده. لكن ما تخافش، رغم كل اللي انت عملته فيا انا عمري ما فكرت اني اقتلك. مهما عملت انا عمري ما فكرت ان انا اقتلك ابدا. لكن انت ابويا، انت الحق اللي انا بحلف بيه. انا حاسس ان انا عايش عشان انت عايش. متزعلش مني. ايه ده؟ انت هتجزع علي كده ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي؟ 3/4 المتجوزين في مصر اتطلقوا والربع الباقي بيشاور عقله. بس في الحقيقه انا بعد الطلاق محتاس ومش قادر اقوم بدور الام مع بودي، بس بحاول يعني. معلش ربنا يقدرك ان شاء الله. بس هي مش المفروض ان الحضانه مع الام؟ ده المفروض، بس ده لو كانت هي قاعده في مصر. الحقيقه بعد الطلاق هي قررت تروح عند اهلها في كندا. بالمناسبه يا دكتور، انا عرفت ان والد داليا توفى من كام شهر. باقي في حياتك، قلبي معاكي. متشكره، شكرا. انا اللي بشكرك جدا بجد، مش عارف اقول لك ايه. متشكر. يلا يا بودي. بجد مش عارف اقول لك ايه. متشكر جدا على اهتمامك بيه. بيبقى مبسوط قوي هو عندكم. ده غالي علينا قوي، يعني في معزه تاليا طبعا. قمر يا بودي، انت والله قمر. ميرسي يا دكتور. ثانك يو. باي. عملت ايه النهارده؟ تعالى يا عم سلامة، حط الحاجة عندك شوية كده وابعت لي مراتك. خلاص ماشي. شكرا يا عم سلامة. ايه ده؟ انت مين؟ انا مين؟ انت اختي اللي مين؟ انت اتهبلتي؟ ده بيتي. اتكلمي عادي وقولي انت مين بدل ما اطلب لك البوليس. بوليس مين يا حيلتها؟ انت يا اختي اللي مين؟ انت اللي داخله عليا. ايه البجاحه اللي انت فيها دي امال يا نرمين، مراتي على سنة الله ورسوله، وحامل مني كمان. نرمين 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 نرمين، سامعيني؟ أنا فين؟ أنا فين؟ الحمد لله على السلامة حبيبتي، انتي كويسة؟ أنا معاكي. اللي حصل؟ حاجة بسيطة، الحمد لله لحقناكي بسرعة وبقيتي كويسة. عصام اهدي. جوز عليا كمان البيت بتاعتي. شفتي عمل فيا ايه؟ اهدي اهدي حبيبتي اهدي.
عايزه اشوفه. لا لا لا، اهدي يا حبيبتي، اهدي. نرمين حبيبتي، اهدي اهدي قلبي. اهدي حبيبتي، اهدي. على فكرة هو اللي جابك هنا وكلمني وانا جيت على طول، بس انا اللي قلت له لازم يختفي كده احسن. عندك حق، انا مش عايزه اشوفه تاني، مش عايزه اشوفه، مش عايزه اشوفه، مش عايزه اشوفه. ريحي يا حبيبتي، ريحي. انت محتاجه ترتاحي. ريحي، اسندي نفسك. يا ناديه، ناديه. ايوه يا دكتور. تعالي ساعديني، تعالي. في ايه خير يا دكتور؟ خدي الدكتوره نرمين فوق على اوضتي، خليها تستريح، ويا ريت تشوفي لها حاجه تاكلها. مالها كفالة الشر؟ بس انا كويسه. يلا بس خديها. جيبي العواقب سليمه يا رب. سلامتك يا دكتوره. عايز ايه دلوقتي ده؟ ايوه يا اشرف، في حد يكلم حد في الوقت المتاخر ده؟ خبر ايه؟ يلا يا بنات بسم الله. شيلي البت دي من هنا، بتزن طول الليل، ما عرفتش انام. والله انا تعبت خلاص. اديها العظيمه. سمي يا حبيبتي. خدي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها البركه عظيمه. ايه ده؟ مين ده ده عصام ده باين. وخطيبته دي اللي معاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ خطيبتك دي يا واد؟ ده احلى من الصوره. ايوه يابا هي امال، بس ما بقتش خطيبتي، بقت مراتي خلاص. اتجوزتها صوتك بوكتم؟ ده حديد تتجوز كده من غير ما تقول. كنت قلت ان احنا نعملوا لك فرح يهز الوكاله هز، وهو هناخدوا القرشينات اللي لينا عند التجار. ليه بس كده؟ نبقى نلم النقطه يا حاج في السبوع والعقيقه ان شاء الله. عايز ابشرك كمان بقى يابا الحاج ان امال حامل وبطنها شايله واد. يا واد ما قلتش ليه من الاول؟ بصراحه بقى كده يابا ما كنتش عايز اقول اي حاجه غير لما اتاكد ان امال هتبقى حبلة، وكمان اتاكد ان اللي في بطنها واد. اصل انا مش هقعد اجرب كده في الفاضي يابا. يمين الله اجمل خبر سمعته في حياتي. تعالي يا بنتي اقعدي. غوري يا بنتي من هنا، غوري. بالاذن. اقعدي يا بنتي بالراحه عليك، بالراحه. اقعدي. ايه والله لنبل له الشربات ونذبحوا 10 عدول. صح واد؟ ايوه واد. وبعدين ده عمال بيرفص في بطني والشقي، تقريبا طالع ان جده ده بيوقع في بطني بالصعيد. سمعت قالت لي شربات يا بنتي. لا شربات دي تبقى اختي. قال احنا مش هناكل ولا ايه؟ ده انا على لحم بطني من امبارح. انت ما قلتلهمش؟ ما تتفضلي يا اختي، ده حتى خير ربنا كتير. لا ما هو واضح. وانت بقى يا اخويا مش هتعرفني عن فاموليا الموقره دي؟ حماتك يا بنتي ام عصام، اسمها عظيمه وهي عظيمه. اهلا يا بنتي. ده سوريا وكوثر مراتات سلام، ودول بنات سلام قطعوا وقطعت خلفتهم. ايه بالاذن انا يا حاج. وكربان ليه؟ ورايا شغل. سلام ما باركتليش يعني. انا اقول لك اللي بيعمل كده هو اللي سرق العينه، وهو اللي دبر لجريمه قتل خالد وشيرين. الله لا يسامحهم بقى. الله لا يسامحهم؟ انا مش فاهمه حاجه. بص بقى، انا عايزك تتمرمخ في المكان ده لحد ما تقطع النفس، وبعون الله شهرين واكون مدخلك الاولمبياد بعدين الكبريت اللي في كتافك دول. انا هعمل ايه؟
يعني انت هتلعب يا عم شيكا وانا هذيع. اهلا 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 بالشباب. اهلا. بقول لكم ايه، انا عايزاكم تصوروا لي كل الاقسام وكل حته في الجيم وتظبطوا لي بقى في الدعايه الحلوه بتاعتكم. عينين. اي حاجه هتحتاجوها انا موجوده. ها اكيد. يلا يا بطل. انا مش فاهم حاجه. هفهمك بعدين. حسن انا كل اللي في بالي. بالي وبالك واحد يا عم شيكا. يلا يا بطل. حسن ما تتعور. بص احنا عايزين نبني الجته ونهيئها حته حته. هي واو واو واو، وعدى فوق وعدى تحت. سهله وبسيطه هي يا بطل. يلا. امسك نفسك. ايوه كده. روح منك لله بعيد. اعمل لك انا مش فاهم يعني يا راجل. اجيب لك الزبون متظبط ومتسنجف لحد تحت رجليك تقوم مطيره. هو ايه اللي حصل؟ انت هببت ايه؟ والله يا ابني ما هببت حاجه، انا كنت بعمل شغلي. بس طبعا قعدت ارغي ساعتين عن اهميه وثيقه التامين وقد ايه اولاده هيبقوا متامنين بعد ما هو يتكل على الله ويفلسع. فتقريبا كده الراجل اتشائم. لقيته قلب وشه وبيقول لي انت يعني عايز نعمل وثيقه تامين عشان ولادي يورثوا فيها بعد ما اموت؟ حاضر طيب ماشي، هبقى افكر وارد عليك. وقام سابني ومشي. اكيد هيفكس كالعاده انا عارف. ده حتى الشاي خلاني انا اللي حاسب عليه. ما طبعا لازم يفكس ويفلسع. حد يعمل اللي انت بتعمله ده؟ انا اقسم بالله العظيم انا ما عارف هم شغلوكوا الشغلانه دي ازاي. يعني هي عملت كده عشان تاخد حق عصام مننا؟ يعني هي بصراحة يا حاج فاكرة لما تعمل كده هتنخ وتفكها على ابنك. بس بصراحة يا حاج انت مضايقها على الواد قوي. ليه؟ ما انا جاي لسلام يدي لي شهريه 5000 جنيه. بس من سنه قلت له وقفهم، يعني لما اتاكدت ان نرمين ما بتخلفش قلت له انا يطلقها، ما رضيش. بس دلوقتي يمكن يطلقها بعد ما المشاكل زادت بيناتهم. انا عندي فكره تحط راس حريصه في الارض وتريحنا انا كمان. اطلبي عصام قولي له يجي. حاضر. ولا اقول لك كلميه انت وادهوني انا اكلمه. ابوس ايدك فكك من دور حكيم القريه اللي انت بتلعبه في حياتي ده وقول لي حاجه مفيده. سالت الراجل قريبك اللي في الجمرك ده عن شغل ابويا؟ سي ايه؟ ما هم جم على السيره امي بتتصل. طب رد يا حبيب امك. ايوه يا ام. ايه يا عصام؟ انا ابوك يا ولدي. ايوه يابا ازيك عامل ايه؟ لا اجي دلوقتي ايه بس انا في اسكندريه اصلا. كنت عامل حسابي ان انا جاي بكره ان شاء الله. حاضر يابا حاضر. مع السلامه. غريبه. ايه في ايه؟ اول مره ابويا يكلمني من غير شخط وزعيق. ترى هيكون عايزني في ايه؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت مين؟ يا مسعد! مسعد! انت يا زفت يا مسعد! ايه ده؟ ايه ده؟ يا معشوقتي بحبك يا سلمى. يا نهار اسود. سمعت يا جيك عن قصة الولد المشهور اللي صاحبه بيستغفله وبيضحك عليه وبياخد فلوس من ورا شهرته؟ قصة ايه؟ قصدك ايه يا لميا؟ قصدي ان الفيديوهات والستوريز اللي انت بتعملها للمطاعم والمحلات دي بيجي من وراها فلوس قد كده، وصاحبك الإدارة بياخد الفلوس دي كلها في جيبه. حتى اسمع كده. ايوه يا حسن، خلي الواد صاحبك اللي اسمه جيكا ده يجي يعمل لي ستوري يا عم، بس المرة الجاية ادفع 1500.
يا سلام. صدق الواحد نام نومه ولا نومة الفنادق. خبيرة مراتب